أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 81 من الكرة مع العمدة، والحلقة 13 من حلقات الموسم الرياضي الجديد 2022-2023. من حوالي شهر تقريبا كان في خبر انتشر على الجروبات والصفحات الخاصة بجماهير النادي المصري، وطبعا صفحات السادة الإعلاميين، بيقول إن المنطقة اللي هيقام عليها مشروع استاد النادي المصري الجديد هيتم إخلاءها يوم 22 نوفمبر، وهيتم العمل في المشروع بعدها على طول. وبالفعل كان في ناس نزلت صور لعملية نقل متعلقات نادي بورسعيد لمركز شباب الزهور، وناس نزلت سيل من الشكر والتقدير لنادي بورسعيد على حسن التعاون. لكن برضه حتى الآن لم يتم إخلاء المنطقة، ولم يتم بدء العمل في المشروع، على الرغم من إن يوم 22 نوفمبر وفات شهر نوفمبر كله، ودخلنا في شهر ديسمبر، وأهو إحنا داخلين على نص ومفيش أي جديد. كل اللي موجود حاليا شوية شائعات، اللي يقول لك مفيش استاد ومستر كامل خلاص ماشي، واللي يقول لك في استاد بس مش هيكون في مكانه، هيكون في شرق بورسعيد، واللي يقول لك الاستاد هيتعمل في مكانه بس بالتصميم القديم مش الجديد. هو الموضوع صعب للدرجة دي؟ ما المنطقة دي طول عمرها فيها استاد، والاستاد ده ياما استضاف مباريات وبطولات مختلفة في المحافل الدولية، ومحدش قال عليه كلمة وحشة. ده بالعكس دايما كان بياخد إشادات من كل الناس، ومع ذلك طلع علينا فجأة وقالوا الاستاد ما ينفعش يستضيف مباريات دولية ولازم يتهد ويتبني من تاني. وفعلا الاستاد اتهد، وطبيعي يتبني استاد مكانه، والطبيعي برضه ان الاستاد الجديد يكون على اعلى مستوى عشان يواكب التطور، مش عشان بورسعيد والنادي المصري وبس، عشان مصر كلها. كان في تصميم قديم للاستاد، ومستر كامل ابو علي جاب تصميم جديد افضل من القديم، وخد عليه الموافقات للبدء في التنفيذ. مش كده وبس، ده الراجل كمان متحمل جزء من التكلفة، وعشان كده كل الناس كانت فرحانة وفخورة بالتصميم الجديد، من أصغر واحد في بورسعيد لحد محافظ بورسعيد ووزير الشباب والرياضة. ومن حوالي 3 شهور تم توقيع عقد إثناء تنفيذ مشروع استاد النادي المصري الجديد لشركة وادي النيل للمقاولات. العقد ده يا جماعة تم توقيعه فين؟ في ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعني مش في الشارع أو على القهوة، ده في مكان تابع للدولة. ومين بقى اللي كان حاضر توقيع العقد؟ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شخصيا، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. يعني عايزين ايه تاني عشان نبدأ التنفيذ؟ عايزين نخلي المنطقة بقى. عشان كده من حوالي شهرين تقريبا المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد اجتمع وخد عدة قرارات، كان من ضمنها توفير أماكن بديلة لنادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد. واحتفلنا ببدء أعمال إنشاء المشروع، والسادة النواب راحوا وتصوروا، وكل واحد قال لك أنا اللي عملت وأنا اللي سويت. والإعلاميين كمان صوروا وكتبوا ووجهوا الشكر لنادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد على تعاونهم من أجل إنشاء مشروع الحلم اللي هيعمل نهضة رياضية وسياحية واقتصادية لبورسعيد كلها. يبقى بعد كل ده ينفع نلاقي مشروع الاستاد واقف؟ هل ده طبيعي بعد كل الكلام والصور والتصريحات دي؟ السؤال دلوقتي بقى ايه مصير المشروع ده؟ ايه هو مصير استاد النادي المصري بعد كل الإجراءات الرسمية دي؟ كلام العقل والمنطق بيقول إن المفروض يتبني، لأن مش معقول حاجة وزير الشباب والرياضة وافق عليها تترمي في الزبالة أو تتنسي مع الأيام. الوزير يا جماعة مش بيعمل حاجة من دماغه، ده راجل شغال وفق تعليمات وتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني أي حاجة بيمضي عليها خلاص بقت أمر واقع، وعشان كده إحنا بنسأل وبكل ثقة وبأعلى صوت، المشروع واقف ليه؟ السؤال ده احنا بنوجهه للسادة نواب محافظة بورسعيد، وعلى رأسهم الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بصفته صاحب إنجاز الموافقة على تنفيذ المشروع ده، طبعا طبقا لكلام السادة الإعلاميين اللي قعدوا يشكروا فيه ليل ونهار على مجهوداته الجبارة في الموضوع ده. وعشان كده بقى
احنا كجماهير عايزين يحافظ على مجهوده ويذلل كل العراقيل اللي واقفه في طريق المشروع، عشان حتى خاطر نفسه. بلاش عشان خاطر بورسعيد والنادي المصري، عشان خاطر نفسه. ما هو زي ما قلنا قبل كده، لما مشروع زي ده يتعمل في عهده تبقى حاجه حلوه له، والتاريخ يفضل فاكرها له مدى الحياه، بدل ما يتقال انه احتفل ببدء اعمال انشاء المشروع وبعدين ما حصلش حاجه. عيد بورسعيد القومي قرب، يا ريت نسمع خبر حلو في موضوع الاستاد احتفالا بالمناسبه العظيمه دي. بس يا رب المره دي بقى الخبر نشوفه في ارض الواقع، مش في الصور وبس. اعزائي المشاهدين والمتابعين، الى اللقاء في حلقه جديده من حلقات الكره مع العمده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله.